السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده يوم جديد وفيديو جديد من ايامنا في البحرين. هنا بقى صحينا الصبح بدري، كانت تقريبا حوالي الساعة 9. تمام، فطرنا في الفندق اللي احنا بتنا فيه، اللي هو رامي كاليفورنيا. تمام، ده الفطار بتاعنا. عادي ممكن يدخل يجي لنا الأوضة الغرفة عادي، بس احنا فضلنا ان احنا يعني عشان نصحى ونفوق وكده ننزل نفطر تحت وبعدين نمشي. كان لسه بدري، يعني احنا المفروض نسيب الفندق الساعة 12 الظهر. تمام، هنا الفطار زي ما انتم ما شايفين كده، بيض اومليت، في ناجتس، في سوسيس، في كرواسو وباتيه وحاجات كده، تقريبا ممكن جبنة وفي فول، في بيض، في جبنة، في زيتون، في طبعا فاكهة، وفي برتقان، عصير برتقان وكده. الحمد لله كنا فطرنا، وانا كنت لميت حاجتنا يعني وكده، ولبست الولاد ونازلين اهو في الجراج ان احنا زوجي يعني هيجيب لنا السيارة وكده، وهنروحوا بقى مكان مفاجأة لينا يعني مفاجأة لينا احنا. تمام، بعد اللي احنا الارهاق اللي احنا شفناه في الاول وكده، ورجعنا وجينا تاني وكل الكلام ده، يعني حاجة فرحتنا انا والولاد. بس كده ابتدينا ان احنا نركب السيارة ونتحرك وربنا يفرح يا رب كل الناس وربنا يكرم كل الناس يا رب وتفرح زينا كده. تمام، هنا بقى ركبت خلاص الولاد، وهنبتدي ان احنا نركب السيارة يعني وهنمشي. هو المكان كان مفاجأة لينا كلنا، ليا يعني وللولاد وكده، بس بابانا يعني هو اللي ربنا يخليه لنا يا رب، ويديله الصحة ويبعد عنه كل حاجة وحشة يا رب العالمين. هنا بقى ابتدينا ان احنا نتحرك، رايحين مكان تقدروا تقولوا عليه بقى ايه، يعني اللي هو الاستجمام بقى، اللي هو اللي بعد تعب هترتاحي. فاهمين ازاي؟ هتستجمي بقى، هتريحي شوية نفسيتك، هتريحي دماغك شوية من المشاكل، ومن اكيد احنا بيعدي علينا مشاكل كتير، وبيعدي علينا حاجات وحشة كتير، بس الحمد لله انا من الناس اللي برضى باي شيء، وراضية عن عيشتي، وراضية الحمد لله الحمد لله على النعمة اللي انا فيها. بس كده، وبتمنى لكل الناس الخير يعني الحمد لله. ف فدايما بعد كل مشاكل، وبعد كل ظروف مش حلوة او حاجة بتضايقني او بتزعلني وكده، الحمد لله ربنا بيفرحني يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ربنا يفرح كل من كان يا رب، ويرضيكم دايما، ويفرح قلبكم. تمام، احنا بقى هنا طبعا زي ما انا قلت لكم، احنا جايين اصلا البحرين عشان خاطر الورق. تمام، فاحنا يعني قلنا بما ان احنا جايين نعمل ورق وفي مكان سياحي ومكان كده، ليه يعني ليه ما نفرحش بالمكان مثلا، ويبقى منه مثلا زي مصيف، او زي استجمام، او تريح نفسية، او اي حاجة ممكن يعني تقولوها يعني على المكان انتوا عايزين تريحوا نفسكم فيه. تمام، فاحنا كنا طبعا بيتنا في الفندق اللي احنا كنا فيه ليلة. طبعا زي ما انا قلت لكم ان الفندق راح علينا، كنا حاجزين في نفس الفندق اللي هو رامي كاليفورنيا، كنا حاجزين فيه 4 ايام، راحوا علينا طبعا عشان خاطر رجعنا، وكان موضوع التأشيرة قلت لكم عليه في الفيديوهات اللي فاتت. اللي ما شافش الفيديوهات اللي فاتت يدخل يشوفها، هتفهموا يعني انا بحكي في ايه. تمام، خدنا رجعنا بقى طبعا، وعملنا ورق جديد وتأشيرة جديدة. رجعنا بعديها بكام يوم، اللي هو المفروض خلاص الفندق بقى راح علينا، فاحنا اضطرينا ان احنا حجزنا فندق تاني او منتجع جديد، يعني المفروض يبقى يوم السبت. احنا وصلنا سوري يوم الجمعة، ندخل الغرفة يوم الجمعة، ويوم الخميس وصلنا رامي كاليفورنيا زي ما خرجنا في البلد وكده وشفناها. تمام، بس قلنا نستغل اليوم اللي فاضل يعني، ونبتدي اسبوع جديد في مكان تاني.
اللي هو المنتجع يعني، ونبات يوم الجمعة نكونوا خلصنا ورقنا الخميس وكل حاجة، ويوم الجمعة كده كده آخر هنبات ونمشي الساعة 12 ونستلم في مكان تاني. غرفة جديدة حجزناها طبعا عن طريق النت ودفعنا اونلاين وكل حاجة هنا اونلاين. تمام. وصلنا هنا للمنتجع نولفال اللي انا وريته لكم اسمه اهو، نولفان. المنتجع ده من احسن الاماكن. الفندق هو الفندق كمان المنتجع 4 نجوم يعني فندق حلو نضيف وللعوائل، يعني لو عندك أسرة للفرد وللعوائل يعني حلو جدا، وجو حلو والمكان نضيف ومكان نوعا ما في كل حاجة مش هتخرجي براه يعني. في مطاعم، في طبعا احنا حاجزين بالفطار طبعا، بنطلب غدا اذا حابين، بس احنا حاجزين الغرفة بالفطار. فاهمين؟ احنا هنا وصلنا اهو زي ما انتم ما شايفين. المكان حلو جدا. انا اول ما دخلت ارتحت حسيت ان هو مكان مريح، يعني مريح كمان لولادي، مريح كمان لينا كنفسيا. حتى في البول لو سبتي الولاد انت قاعده بعيد عنهم، او مثلا طلعتي الغرفه ونزلتي، المكان امن جدا. البول على قد الولاد، مش غويط ومش فيه للاطفال، بول للاطفال اللي هم من سن سنه لحد 5 سنين، وفي يعني اطفال كمان لاكبر، وفي للكبار، في بحر، في شاطئ خاص بالمكان يعني. هنا انا بوريكم المكان وكده. احنا طبعا دخلنا المكان زي ما انا ما قلت لكم كده، حاجزين بالفطار الصبح. تمام. لان هي اهم حاجه وجبه الفطار الصبح. الغدا فيما بعد ممكن تفكري بقى في الغدا تتغدي ايه، يعني ممكن تتغدي في المكان اللي انت فيه، او عايزه تخرجي بره براحتك خالص. تمام. هنا بقى وصلنا. تعالى عبودي من هنا يا بابا، تعالى هنا، تعالي انتوا تطلعي هنا. كله معايا. بابا رايح يودي العربيه. البسينا اهو. تعالي بصي يا عبوده. الله. هنا الولاد اول ما دخلوا يعني البول يا حبيبي. معلش يا بنات انا فصلت بس عشان الصلاه. تمام. عايزه اقول لكم الولاد شافوا البول. احنا ما كناش لسه استلمنا الغرفه خالص. احنا كانت الغرفه هتفضى على 3 طبعا، على الساعه 3. احنا كنا وصلنا 1:30 كده. فكنا قاعدين، فطبعا انا وشنطنا طبعا هم خدوها، حاطينها جوه في الريسبشن. تمام. هوريها لكم. هدخل بقى انا اعمل ايه، هجيب للولاد. انا طبعا مظبطه شنطتي وكل حاجه. هبقى اعمل لكم برضو فيديو ازاي ارتب الشنطه، شنطه سفر او مصيف او كده. انا برتبها كده بطريقه معينه. تمام. فانا طبعا عارفه اماكن الولاد، واخده البرانس بتاعتهم بالمايوهات بتاعتهم، خدتها. طبعا قالوا لنا لو حابين طبعا هتنتظروا تقعدوا بره على البول. ولو عايزين تستخدموا البول براحتكم خالص مده الساعتين او الساعتين ونص اللي عقبال ما الغرفه تخلص. تمام. فانا عملت كده، جبت المايوهات، لبست الولاد ونزلتهم البول. تمام. قعدنا بقى شويه، ما تاخرناش يعني. بس وزي ما انتم شايفين كده الناس بتدخل بقى، يعني بنحجز واحنا طبعا حاجزين. فبس هو بنمضي كده على ان احنا استلمنا الغرفه، ونشوفوا شكل الغرفه لو في اي تعديلات او اي حاجه. هما بيظبطوا الدنيا بصراحه، والمكان
حلو قوي. ده حوض سباحه عجب حوض سوري حوض سمك، فعجبني فحبيت ان انا اصوره كده، شكله حلو قوي. تمام. المكان بقى فيه اجانب، فيه كل حاجه. المكان نضيف جدا وراقي جدا. هو غالي شويه، الليله غاليه شويه فيه، بس طبعا كل واحد حسب مقدرته. بس طبعا الغلو على قد الرفاهيه اللي في المكان. طبعا اذا كان الغرفه، تعالي يا تيتي. اذا كانت البول، استخدام البول، الامان للاطفال، الاكل، النظافه، المعامله، الناس، الوضع حلو قوي. تمام. بس طبعا في اماكن تانية ممكن تحجزي في اي فندق عادي، سعره رخيص في الليله. وتروحي انت البحر، يعني تاخدي ولادك وتروحي البحر، انت وزوجك وولادك وكده، زي برضو ما هتحبوا، او زي ما طبعا كل واحد حسب الامكانيات اللي هو عاوزها، فاهمين قصدي، وحسب الوقت والميعاد اللي انتوا طبعا حاجزينه او اللي انتوا هتاخدوه. احنا كان طبعا ورقنا، احنا رحنا قدمناه الخميس، وكان في اجازه راس السنه الهجريه، يوم طبعا الجمعه اجازه ويك اند، جمعه وسبت ويك اند، والاحد كان ويك اند اجازه بمناسبه راس السنه الهجريه. فابتدوا العمل يوم الاثنين، فاحنا كنا هنقعد كل ده، واحنا خدنا ورقنا، خلصنا الفيز وخلصنا التاشيرات وكل حاجه يوم الثلاث. تمام. بصوا انا صورت الحمامه دي، الحمام بينزل يقف كده والعصافير قدامك كده، فشكلهم حلو جدا. هنا الولاد كانوا نزلوا البول. وطبعا الفيديو الجاي بقى هوريكم الغرفه، وهوريكم الاطلاله، وهوريكم فطارنا اول يوم كان عامل ازاي، ويومنا كان عامل ازاي. بس يا رب اكون بفيدكم باي معلومه كده، ولو حابين اي سؤال اي حاجه ممكن هجاوب عليكم ان شاء الله في التعليقات. ما تنسونيش بقى في اللايك وشير وسبسكرايب. باي باي بقى في فيديو جديد، ويا رب تستمتعوا بالفيديو بتاعي.